إذا الكرة الإماراتية بدأت تجني ثمار ما زرعته البارحة من خلال التركيز على الشبان والشبان الأبيض في مواجهة المخضرمين وخبرة السنين للمنتخب العراقي في ثاني مواجهة تجمع الفريقين في 3-4 شهور بعد منافسة خليج 20 هناك في عدن باليمن. عماد محمد، عماد يحط كرة ممتازة خطيرة المنتخب العراقي، المراوغة الاقتراب التوسيع بالراس خطيرة جدا في شكل هدف العراق على إيران. ولكن الكرة نفس العملية اللي مهدت للهدف للعراق من يونس محمود، سحب 6 أهداف في تاريخ كأس آسيا، لكن الهدف السابع بالنسبة ليونس يغيب بكرة هوار ملا محمد. مرة أخرى نفس ستايل تاع هجوم أبناء سيدكا والإمكانية التسديدة عالية. التسديدة الأخيرة كانت من قبل المنتخب العراقي عن طريق مهدي كريم، الوحيد في تاريخ البطولة هو إماراتي، عيسى وإبراهيم مير. نمشي بكرة طويلة، عماد خطيرة جدا، محمد حاول يراوغ، مباراة ممتازة ونسق سريع وركنية أولى في المباراة. كيف ستكون اليوم؟ أكيد في نفس النغمة، ستكون مباراة الفرص والراسية. ترجم الدفاع، ترجم للحارس، صورة 47 عام، خسر كان 4 مباريات من مجموعة 19 والليلة يخوض الماتش ال20 ولكنه الأهم مع منتخب الإمارات، محتاج بالانتظار في مباراة وكورة للتطلع لما هو قادم من كوارتر والسيمي فاينل وفاينل لمن الدور الأسترالي. تمشي كرة طويلة، ملعبة ممتازة في دار المدافع، يدخل هوار، يلعب هوار خطيرة، فرصة كبيرة للمنتخب العراقي. كرة هي الأقرب لمنتخب العراق لفتح باب التسجيل. مباراة ما زالت مفتوحة لكل الاحتمالات، تبقى 50% من ضغط العراق الآن أو 50% من مهارة وفنيات وسرعة الإماراتيين. وهنا العين على الثلاث، خليل أحمد، إسماعيل مطر وإسماعيل آخر لقبه الحمادي بالسرعة للاستخلاص. والمنتخب الإماراتي يستعيد كرة ممتازة بإصرار، بإلحاح، بعناد، في قيمة وفي ثبات. أحمد خليل خطيرة وهدف يضيع على المنتخب الأبيض. كرة تضيع من فرسان الإمارات، كرة تضيع من الفارس إسماعيل مطر. كانت كرة ممكن تغير شكل المباراة، ورقة المباراة، وجه المباراة. بريق ماتش لحد الآن في برشا ريتم، في برشا صراعات فردية، في برشا صراعات بدنية. لقاء لحد الآن تكتيكي من أعلى الطراز بين الولفغانغ سيدكا الألماني وكاتينيتش السلوفيني. الإماراتي المخضرم سبيد خاطر، يمشي كرة خطيرة والهدف الأول مش ممكن، ضاعت، مش ممكن. القايم يتعاطف مع بطل آسيا، ينوب عن بطل القارة ويتعاطف مع دجلة والفرات. الله على الكرة الأقرب بشهادة نيشيمورا وبشهادة الملايين في متابعة لراسية، في كرة تخطى بسنتيمتر الطريق، بكرة الراس من اللاعب المدافع حمدان الكمالي. كانت كرة 1-0، كانت كرة السبق للأسبقية، كرة التقدم للتفوق والاقتراب من 3 نقاط. قطر الأروع في كرة قادمة للإمارات، الإمارات محاولة مراوغة، شوف السرعة، شوف المهارة، شوف إسماعيل يعطي باس ولا أروع. كرة ما زالت العرضية الراسية، فرصة أحمد خليل ويضيع الهدف. مش ممكن على الكرة، مش ممكن. 4 باسات 3 تمريرات وواحدة فيها كروس، والراسية أولى إلى الكرة الثانية بالراس والكرة تضيع. شوف التمرير، شوف الانطلاق من خلال رقم 7، يلعب الكرة علي الوهيبي ومن اليمين وبالراس وتضيع من خليل. فرصة كانت قريبة للمنتخب الإماراتي. المنتخب الإماراتي بدأ يمتع الآن، بدأ يلقى لعبه أمام فريق عراقي، بدأ مليح لكن مش لاقي الحلول الهجومية. الرغم والمطلوب الآن في كرة من هوار يرجع عن طريق سعيد سمان، خطيرة والتسديدة وضعيفة. ضاعت الكرة من علاء عبد الزهرة، هذا هو علاء عبد الزهرة. كرة قريبة في هذه المباراة. الإعادة لسيناريو خليج 20 أم أن الهدف سيأتي هذا المساء؟ ممكن مباراة 1-0. على ذكر في تاريخ كأس آسيا أكثر نتيجة تكررت هي 1-0، 44 مباراة، ثم تليها 2-0 37 ماتش، وال1-1 37 مرة أخرى. مش ممكن مدرب ما يتفطنش، ومش ممكن فريق يكرر نفس الأخطاء. الكرة طويلة ويونس كرة قصيرة ويحصل ركنية كثيرة. كثيرا ما فرح عشاق المنتخب، يمشي سبيت ولا أحلى. الله يا خاطر، الله يا خاطر، والله على قاسم، محمد قاسم
يخرج كرة من زاوية 90 في طريق المقص للشبكة، والواحد صفر الإماراتي من سبيت خاطر. قلت سبيت لاعب على مثل هذه الكرات يعتبر عالمي، ولكن العملاق محمد قاسد يخرج كرة من تحت العارضة الأفقية. براد كبير من الحارس، حسرة إماراتية على هدف ضاع. ممكنة خطيرة عن طريق مطر، واحدة اثنين، الثالثة بتجي على اليمين، جات الآن من اليمين يتقدم فيها خالد سبيل. خطيرة 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 على المنتخب العراقي، والتسديدة برا، التسديدة برا. لكن ممكن نقول لك الآن أن المنتخب الإماراتي يوري في لعب ممتاز، وترجع إمكانية المرتدة الآن 3 ضد 4 ممكن جدا من هوار. هوار للمنتخب العراقي، هوار في الدقيقة 38 37 وقت هدف من الجانبين، والكرة تمشي نشط، وأكرم يسدد ولا ولد ولا ولد يا نشط. أكرم 97 مباراة دولية مع وصول الرافدين، كاد يخطف الأبصار بيقول الأجوال، ولكن العملاق ماجد ناصر خرج كرة ركنية، والركنية ما زال فيها أمل، والركنية فيها أمال، والهدف الأول للمنتخب العراقي يضيع بطريق غريب، بطريق الغرابة، بعنوان الهدف الأغرب الذي يضيع من لاعب المحور الدفاعي عن الحيمة. الله من الكرة، وكرة بكرة، كرة من القائم من المدافع الكمالي للإمارات، وكرة من العارضة. كانت الهجوم العراقي في كرة تتحضر مرة أخرى من يونس، وضربها نشط أكرم، لم يكن علي الحيمة، كان نشط أكرم لاعب الارتكاز الدفاعي، وكرة أمام الحيمة لم تدخل الشباك. فرصة كبيرة، وكاتناتش ينبه من الرواق الأيمن لقصي، قصي سدد وجول. مش ممكن يا قايم، مش ممكن يا قايم. العراقي للتقدم 1-0، العراق يضغط الآن، العراق يسيطر، ضربة أخرى من قصي منير. حقيقة شوط مثير، شوط خطير في شوط كبير. شوف الضربة من قصي، وشوف القايم بعد العارضة، القايم يمنع المنتخب العراقي من فرصة 1-0. إذا كرتين من الأخشاب ضد العراق، وكرة من الخشبة لمنتخب الإمارات، وهكذا دواليك. والآن ترجع بأفضلية العراق في انطلاق من القطار، يمشي السريع الخطير هوار والصعب. ليست رياضة، لكن في كرة القدم لابد أن نقبل باللعبة، فاللعبة فيها لاعب يغلط ولاعب يضيع. الحيمة بارتباك، ولكن الحكم ينهي الاشتباك. الكرة وبين ظفرين على 0 إماراتي 0 عراقي، لكن برقم وعدد 10/10 للمنتخبين الخليجيين العربيين لمتعة الشوط الأول لما قدماه في الشوط الثاني. هذا منتهى بانتظار وصولنا للمدى، مدى 90 دقيقة. من سيعبر من كسؤال، من سيتجاوز من كاستفسار، من سينجح وينجح للمرور كتخمين. التخمين ما زال قائم، وما زالت هي تخمينات البدايات. 50 العراق 50 الإمارات. هكذا أنهي في لحظات، وبعد لحظات سيتواصل الكلام في استوديو التحليل مع أبو خالد أو أيمن جدة. دقائق من أجل تلميع هذا الرقم وتحسين هذا الرصيد. الانتصار العراقي أكبر كان 96 أيضا في أبو ظبي 4-1 على تايلاندا، والهزيمة التي يحب الجمهور الرياضي العراقي أن ينساها هي 3-0 ضد إيران في بانكوك 72 قبل المنتخب الإماراتي بطريق الخطأ. الآن سبيت خاطر وأحمد خليل على الكرة، من سيسدد؟ يمشي أحمد خليل يسدد الكرة برا، كرة من غير خطورة من المهاجم أحمد خليل. قلت كان نال جائزة الاتحاد الآسيوي للعبة كأفضل لاعب آسيوي شاب وصعد وواعد في 2008. نرجع في المباراة مع الكرة من اليمين عن طريق سعيد سمال. سعيد الآن تقريب باي والكرة تمشي خطيرة جدا عن طريق هوار صعبة جدا، فرصة وتضيع على المنتخب العراقي. لعب تقريب في الشوط الثاني 0-0. الكرة من سبيت خاطر، يمشي سبيت خاطر خطيرة، والحارس ممتازة من قاسد، ممتازة الكرة من محمد قاسد. ولو أقر أنه التنفيذ في هذه المخالفة الثانية لم تكن بدقة وخطورة وميزة الكرة الأولى من قبل سبيت خاطر. ترجع الكرة من سعيد سمال في كرة طويلة، ترجع عكسية يستفيد منها المنتخب العراقي، يحاول أن يؤمن كرة ثابتة، يمشي خطيرة بالراس في مكان طليق
مش ممكن كيف ضاعت وتاهت من الراس العراقية، من اليمين سعيد السبال. شوف الخط الدفاعي، شوف البوزيشن بتاع مدافع الامارات، كانت كورة بتاع هدف، كان وحده وشفتوا كان ال 16 ولو ضاعت يبقى ال 17 اللي هو على عبد الزهرة. خطأ دفاعي فادح من الفريق الاماراتي ما استثمروش المنتخب العراقي على لغة المصريين، لكن برا كرة تخرج برا. هذه الكرة الراسية والخطأ في المراقبة من الدفاع الاماراتي على هذه الكرة الثابتة اللي كانت تتكلف الفريق الاماراتي هدف. الحمادي الخليل، احمد خليل يسدد عالية من احمد خليل، يضربها الكمالي في القائم لا اكثر ولا اقل، لكن المهارة والسرعة بتاع الهجوم والظاهرة والتسديدة تظهر الان، لكن معها ظهور الحارس ماجد ناصر. وتألق لحد الان الحارس الاماراتي ماجد مع تسديدة اخيرة من المنتخب العراقي ترجع من قصي منير. الخوف من الهزيمة بينما كرة خطيرة تمشي المنتخب الاماراتي، مفيش اوفسايد، صعبة جدا والرأسية الركنية للمنتخب الاماراتي. الامارات تهدر كرة التقدم من جديد. فرصة كبيرة كانت للمنتخب الاماراتي. الكرات العرضية وفتح اللعب على الاطراف، خطورة منتخب الامارات مع التغيير اول في التشكيل العراقي بخروج عماد محمد وبدخول للمنتخب العراقي جاسم كرار. اذا يدخل كرار بديل عماد. ركنية نتيجة 0-0 مع انطلاقة خطيرة من الفريق الاماراتي. احمد خليل والهدف الاول للمنتخب الاماراتي يضيع بطريقة غريبة راس احمد خليل وروع الحارس محمد قاصد يمنع الامارات من هدف اول وهدف ثاني يضيع. الكرة على العارضة، الله على إثارة الديربي الخليجي، الله على 4 كرات رجعت من الشباك من خلال القائم والعارضة. شوف التسديدة وشوف العارضة، كرة ممتازة من اسماعيل حمادي في هذه المباراة. 4 كرات رجعت من الأخشاب وكرة بالراس صعبة وتمشي اوت. العراق يعاني الآن، المنتخب العراقي يعاني من ضغط واكتساح اماراتي، والشكل الآن التغيير بدخول اليساري رقم 3 باسم عباس اللي يحدث ممكن فتيل الإشكالية الأولى في أجواء المعسكر العراقي هنا في الدوحة نتيجة احتجاجه ونتيجة تصريحاته في أحد الصحف العربية الخليجية يوم مباراة إيران احتجاجا على عدم التعويل عليه من قبل سيدكا. الآن سيدكا يعطيه الفرصة بإخراج هوار ملا محمد، ماهوش في فورمة كبيرة. ترجع الكرة من اوتو تماس، يمشي التنفيذ سعيد سمال، قصي منير، جري وكل ايمن كجناح قدام اللاعب سعيد سمال اللي يعمل اوفر والهدف الاول يضيع عن العراق وركنية لأسود الرافدين. الله على إثارة الديربي، الله على كرة المباراة يا كمالي. ترجع الكرة من حمدان الكمالي في الركنية ومن سبيل هدف أول بخطة من الحارس ماجد ناصر. الكاس للمنتخب الإماراتي أو سعيد أحمد خليل. هل خرج لأنه أخفق في هذه اللقطة؟ شوف بالركبة محمد القاصد ينفي ويلغي المقاصد الإماراتية في التقدم بهدف، وقلتها ونعاودها ونكررها، هذا ماتش 1-0 إن كتب لنا أن نشاهد هدف، أن نعلق على هدف. يخرج على عبد الزهرة، يدخل مصطفى كريم، وفي التشكيل الإماراتي سيدخل الآن محمود خميس بديل لعبد الرحمن أو للوهيبي، اللاعب علي الوهيبي. نعم، يخرج علي الوهيبي في المنتخب الإماراتي ويدخل محمود خميس. هذا هو التغيير. يعني يونس محمود يقوم بعد الإصابة وكرة في العمق من اسماعيل مطر. أقول الأمانة فمصلحة المنتخب الإماراتي لازم يظل يتخدم من ناحية نفسية، بينما كرة عراقية
كرة عراقية في تسديدة مصطفى كريم. يظل يلزم تأطيره من ناحية نفسية، يلزم أنا الحل يظهر لي لإسماعيل مطر أنه يبطل الكرة فترة ثم يرجع باش يبدل الجو ويبعد على الضغوط ويبعد على الإعلام والتحليلات والتعليقات، لأنه من الواضح أنه ما هو اسماعيل مطر اللي نعرفوه، مؤكد هذا. ولا سنكون بين ظفرين وجامل. ناشئة خطيرة مصطفى كريم والكمالي مرة أخرى والتسديدة من كرار والتسديدة إلى ركنية للمنتخب العراقي. جاسم كرار يضرب كرة وكورنر للمنتخب العراقي في الدقيقة 80 تقريبا. 10 دقائق لنهاية الماتش. مباراة مثيرة جدا. هدف للعبور عراقي أم إماراتي، والكرة من مهدي كريم الراس وجول. أوه مش ممكن، خلتها في المرمى. صاح خلال العراقيين أنها جول، تمناها يونس وبدأ بتلقي التهاني. شوف شكلها جول، لكن عكست، ما حبتش، لم ترد، لم تشى، لم تلبي نداء العراقيين، تمنعت على أسود الرافدين. إذا تغيير بخروج رقم 4 النجم سبيت خاطر ويدخل مبارك. الإماراتية تمشي كرة من اسماعيل والكمالي سيضرب. نعم هكذا كان الكمالي والحارس محمد قاسد. الحارس محمد قاسد. إذا المدربين الاثنين سيدكا وكاتانيتش قاموا بالتغيير. نذكر كاتانيتش 4 هزائم لحد الآن في 20 مباراة. سيدكا ما زال يطمع وما زال يحيي ويحيي اللاعبين ويحيي الروح في اللاعبين العراقيين أبطال القارة. ترجع الكرة مرة ثانية للمنتخب الإماراتي، التسديدة والكرة برا. كرة برا كانت من المنتخب الإماراتي. بينما هذا الكابتن اللاعب الإماراتي 19 الكاس سعيد الكاس. التنفيذ من محمد قاسم. استمتعنا بإثارة المباراة. كرة في وسط الميدان المنتخب الإماراتي في الوقت البديل. كرة من اسماعيل مطر يعطي باس والدفاع موجود. كرة طويلة لمصطفى كريم أو اللاعب سمال يدخل، سمال يوزع، اختير اليونس محمود يسدد وجول. جول للعراق، جول للعراق، جول لأسود بغداد، جول لأسود الرافدين، جول بألوان دجلة والفرات، جول بصفاء دجلة والفرات، جول بنقاوة دجلة والفرات. الله يا سفاح، بالفعل انه السفاح، انه كبير السفاحين. كرة تضرب في وليد عباس وتدخل المرمى الاماراتي، ومعه تتغير المعادلات في الحسابات. العراق داخل اللعبة وبقوة. النقطة الثالثة للعراق مقابل نقطة للامارات وكوريا، وبالتالي العراق يقلب الطاولة ويصبح في المكان المناسب للصعود. كرة عرضية من يونس، كرة عكسية من عباس، وعباس وليد يغالط مرماه ويعطي الانتصار لأسود الرافدين. إذا الإمارات تدفع ضريبة فرص سهلة في الماتش. المنتخب الإماراتي يدفع ضريبة قلة التركيز ما بعد الوقت البديل، والعراق يجني ثمار ويقطف ثمار الإصرار إلى آخر الإماراتي. تبقى الإماراتي إلى نقطة واحدة قبل يصفر، لا والله ما صفر. يبقى الطموح الإماراتي في قبل قليل نتحدث عن الطموح. الكرة وصلت ولكنها إلى حارس المرمى محمد قاسد. شوف عالم كرة القدم والعراقيات، الشعب في العراق والعراق. إذا الآن شوف هي إذا تبي تدخل بتجننك، بتلعوسك، بتخليك بهذا الشكل. العارضة قدم لعب الكرة صدت فيها المدافع، وسيء الحظ أكيد وليد عباس من ضمن المدافعين اللي حظهم سيء في كأس الأمم الآسيوية 15. مباراة مثيرة